السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور عمر صبري او اخوكم عمر صبري للي ما يعرفنيش. الفترة دي في اسئلة كتير هتكون شاغلة بالك وتفكيرك، زي امتى تبدأ مراجعة، تراجع ازاي، ايه اهم الكتب اللي تراجع منها. فان شاء الله خلال الفيديو ده هنجاوب على كل الاسئلة اللي ممكن تكون بتدور في بالك الفترة دي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك، لان ده بيساعد ان الفيديو ينتشر اكتر ويظهر لاكبر عدد واكبر عدد يستفاد، وشير الفيديو مع صحابك يمكن حد منهم يستفاد. اول حاجة لازم تكون شاغلة بالك الفترة دي انك تخلص كل المتراكم عليك لو مراكم حاجة، وانك تتابع في الجديد اول باول وكويس جدا، بحيث لما تبدأ فترة المراجعة تبدأ على نظافة وتكون مش مراكم اي حاجة خالص. فتعمل ده ازاي؟ كنا عملنا فيديو قبل كده اتكلمنا فيه ازاي تلم المتراكم عليك، فممكن اسيب اللينك في الديسكريبشن، لازم تشوفه. اهم حاجة الفترة دي ان كل تركيزك يكون على المتراكم عليك. لو انت مراكم حاجة وان شاء الله ما تكونش مراكم حاجة، وتركيزك يكون على الجديد وتخلصه اول باول. طب نيجي بقى لاول سؤال ممكن يكون شاغل بالك الفترة دي، وهو امتى تبدأ مراجعة؟ بصوا يا جماعة، المراجعة الرسمية بتبدأ من اول شهر 3 وانت طالع لحد ليلة الامتحان. ممكن تبدأ كده من أول شهر 3 على خفيف، تراجع حاجات بسيطة أنت ما كنتش مظبطها، أو حاجات أنت مش مراجعها كويس أو مش مركز عليها كويس، زي مثلا حاجات في العربي، في الإنجليش، حاجات مثلا في الفيزياء، باب فيزياء، باب كيمياء، وهكذا في كل المواد. ممكن برضو تزود حل، لو بتحل قليل ممكن تزود كمية الحل اللي بتحلها، تزود الكتب اللي انت بتحل منها. كل ده هيساعدك جدا الفترة الجاية لحد ما تخلص المنهج كله وتبدأ بقى تراجع عليه كله مع بعضه. بس أهم حاجة زي ما قلنا قبل كده الفترة دي إنك تركز على الجديد وتخلص كل المتراكم عليك. تاني سؤال بيتكرر وشاغل بال كتير منكم هو طريقة المراجعة اللي هنمشي عليها. هل هنحل بس؟ هل هنسمع فيديوهات شرح؟ هل هنقرأ الدرس أو الفصل ونحل عليه على طول؟ فتعال أقول لك نعمل إيه. أول حاجة أنت هتبدأ تقرأ الدرس بالراحة وبتركيز وتفهم كل حاجة فيه، اللي هو بتذاكر لو ناسي حاجة تفتكرها، تراجع الحاجات المهمة اللي بتكون في الدرس. طبعا أنت مذاكر قبل كده فالطريقة دي مش هتاخد منك وقت كبير، فهتبدأ في الحل على طول. طب هتبدأ حل على درس ولا الفصل كامل؟ أنا صراحة برشح الفصل كامل. طب ليه؟ لانك لما تحل فصل كامل لو في افكار رابطه الفصل بعضيها، فانت كده بتجمع الافكار كويس جدا، وده هيساعدك قوي في الاسئله اللي بتكون رابطه فصول ببعضها، لانك كده بتجمع الافكار وبترتبها، وده هيفيدك جدا قوي قدام. وليكن مثلا الفصل الاول فيزياء، فانت هتقراه كويس وتركز على اهم الحاجات اللي ممكن يسال فيها، وبعد كده هتروح تحل على طول، سواء من كتب المراجعة أو من الكتب الشرح الأساسية لو كنت لسه ما حلتهاش، وهنرجع للموضوع ده كمان شوية. طب فاضل وأنت بتذاكر أو بتحل لقيت في جزئيات أنت مش فاهمها كويس أو مش مراجعها كويس أو ما ذاكرتهاش خالص، هتعمل إيه؟ تعال أقولك. اول حاجه هتعملها هتجيب فيديو شرح لاي مدرس بيشرح الجزئيه دي او الدرس ده، وهتبدا تسمعه كويس جدا وتفهم كل كلمه فيه. بعد كده هترجع للحل تاني. طب دلوقتي انا معايا كتب كتير اشتريتها من اول السنه ولسه ما حلتهاش، هل احلها ولا اشتري كتب المراجعه؟ طب وهل كتب المراجعه اهم وافيد وفيها اسئله احسن، ولا الكتب الاساسيه بتاعت اول السنه؟ اول حاجه خلينا متفقين ان كتب المراجعه اهم من الكتب الاساسيه. طب ده ليه؟ لان كل الاسئله المهمه والافكار الكويسه وكل التريكات هتلاقيها في كتب المراجعه، لان كتب المراجعه دي عباره عن انهم بيجمعوا كل الاسئله المهمه والاسئله اللي فيها تريكات وافكار ويجمعوهم كلهم في كتاب واحد. طب تعمل ايه لو لسه معاك كتب كتير من الكتب الاساسيه ولسه ما حلتهاش؟ يا سيدي بسيطة، يعني حل الكتب المراجعة الأول، بعد كده لو فضل معاك وقت ارجع وحل الكتب الأساسية. يعني أنا عن نفسي كنت بعمل كده، لأن كنت بشتري كتابين 3 في المادة، أكيد ملحقتش أحل كل الكتب دي، فكنت بحل المراجعة وارجع احل من الكتب القديمة لو فضل معايا وقت. وكده كده الأسئلة المهمة بتتكرر تاني في كتب المراجعة، فما تقلقش خالص من النقطة دي. في سؤال تاني برضه ممكن يكون شاغل بال كتير منكم، اللي هو نحل من كتاب واحد ولا من كذا مصدر؟ طبعا خلينا متفقين انك لما تحل من كذا مصدر فانت بتتعرض لاسئله كتير وافكار اكتر، وده هيساعدك جدا بعد كده. فعلى قد ما تقدر حاول تنوع من مصادر الاسئله وتحل من كذا مصدر، لان ده مهم جدا وهيفرق معاك. نيجي بقى لسؤال مهم جدا، تنزل سنتر ولا تتابع اونلاين؟ طب بص، لو انت مع مدرس كويس وشرحه كويس وانت مرتاح معاه والدنيا كلها تمام، فانزل عادي وكمل مع المراجعه، بس بشرط هو ان يكون المدرس ده بيحل كتير جدا وبيتابع في الحل وعدد المجموعة مش كتير، بحيث انك لو عايز تسأل في اي سؤال في اي وقت تعرف تسأله وتتكلم معاه براحتك.
فعادي. لو عكس كده والمجموعة كبيرة وما بتعرفش تسأل وهو مهمل حوار الأسئلة ده، فأنصحك إنك تسيب المدرس ده وتتابع أونلاين عادي جدا. وفي شرط تاني، إنك ما تكونش بتضيع وقت كبير في المواصلات. يعني مثلا لو مكان السنتر ده بعيد وأنت بتركب مواصلات كتير وبتضيع وقت كتير، فأنصحك إنك تتابع أونلاين أحسن. وعندك مدرسين كتير تقدر تتابع معاهم اونلاين وكلهم هيفيدوك، لانك في الوقت ده محتاج لكل دقيقة حرفيا. فما تضيعش وقتك سواء في المواصلات او في اي حاجة تانية. يعني الوقت اللي هتضيعه في المواصلات ده ممكن تستثمره في اي حاجة تانية، زي انك تحل او تراجع على اي حاجة تانية، وده هيكون افيد. كده الحمد لله جاوبنا على معظم الأسئلة ممكن تكون شاغلة بالكم الفترة دي. لسه بس أهم الكتب اللي ممكن تحل منها أو أهم الكتب اللي تشتريها في المراجعة، وده إن شاء الله هيكون فيديو تاني لوحده لأنه فيديو مهم. فتأكد إنك عملت سبسكرايب عشان لما الفيديو ينزل تشوفه بإذن الله. بس كده يا شباب، ربنا يوفقكم جميعا وإن شاء الله تحققوا حلمكم كلكم. السلام عليكم.